السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جورية في بيتي. النهاردة يا بنات هعمل معاكم سمك في الطواجن. ده سمك بلطي انا منسكاه منضفاه، وزي ما انتم شايفين كده ونقعاه في ميه وملح ودقيق وخل، وشوفوا منضفه من جوه بالطريقه دي. وعامله له تتبيله. التتبيله دي عباره عن فلفل اخضر وفصين توم وملح وكزبره وكمون. بس كده. فانا همسك التتبيله ديت احشي بيها السمك وارجع لكم. اهوت يا بنات انا بعد ما تبلته بالمنظر ده اهو، شايفين انا تبلته كده بالطريقه دي. انا كنت الاول يا بنات وانا بنضف السمك بشيل العين بتاعته. فبصراحه في حد قال لي ان فايده السمك كله في العين بتاعته، لان الاوميجا 3 هي زيت السمك، وزيت السمك بيجي عن طريق العين بتاعته، بيبقى الزيت كله متكون في الحته دي. فانتوا برضك ابقوا خدوا بالكم وانتوا بتستخدموه. شوفوا برضك هتلاقي فعلا ان لما بتشيل العين والدماغ بتاعت السمكه الزيت بتاعها كله متكون في الحته دي، فده اوميجا 3 طبيعي، فخساره ان احنا ما نستفادش برضك منها. فانا تبلته بقى بالطريقه ديت وبعد كده همسكه احمره، هحطه في التلاجة الاول ساعه وبعد كده هحمره. هحمره وارجع له. اهوت يا بنات انا مسكت السمك، حطيته في الدقيق بالطريقه دي من ناحيتين، وانا هنا اهوت مسخنه الزيت. هبدا انزل على بالزيت وهو سخن كده، هنزل السمك عشان احمره. انا حبيت بردك احمره معاكم عشان خاطر تعرفوا انا بحمره ازاي. اهوت هيبدا يحمر بقى من الناحيتين وارجع له. اهوت يا بنات انا حمرت السمك من ناحيتين اهوت، من الناحيه دي ومن الناحيه دي بالطريقه دي. ومحضره معايا دولت 4 بصلات انا مخرطاهم خرط خشن كده بالكبه. ما كنتش بخلي الكبه تضغط عليهم جامد. فهاجي في الزيت بتاع القليه وهنزل بالبصل بالطريقه دي. وايه اهوت هتاني اشوحه كده حبه حلوين. انا هشوحه وارجع له. بصوا يا بنات وانا بشوح البصله انا حطيت هنا شويه كمون وهنا كزبره، وده قرن شطه اخضر انا مفرزاه. هبقى اقول لكم ازاي بفرز الشطه واخليها تبقى كده. وادي الملح، وهبدا اقلبهم بالطريقه دي. وهسيب بقى البصله لحد ما تبقى حبه حلوين في الزيت، وهرجع اقول لكم ونكمل نشوف هنعمل ايه تاني. شايفين يا بنات هي بدات اهي في البصله تفرفر من بعضها. بصوا يا بنات البصله ديت لو انتم ما بتحبوهاش تبقى تخينه بالطريقه دي ممكن تصغروها شويه عادي، مفيش مشكله، يعني حسب ما كل واحد ما بيحب. بس احنا الصراحه لما بنعمل السمك في الطواجن لازم تكون البصله بتاعته كده، عشان خاطر ما اعرفش يعني انا اتعلمتها كده. فكمان يا جماعه الاكلات ديت بتختلف من كل بلد لبلد، يعني كل واحد وحسب بلده. واحنا كل واحد يعني هدف القنوات ديت ان احنا كل واحد يبين كل بلده، يعني البلاد بتعمل ايه. انا خلطه هنا طماطم اهيت، انا خلطها في الكبه عشان خاطر ما بحطش عليها ميه كتير، احتاج ميه شويه صغيرين. هنزل الطماطم كده بالطريقه دي عشان لما اجي احط انا بحطها في الكبه دي يا بنات عشان خاطر ما تاخدش ميه، لو ما تخليش الطماطم تاخد وقت ياما على النار في السوا. فانا احط شويه ميه صغيرين خالص في قلب الكبه بحيث ان انا انزل الباقي اللي منها في قلب الطاسه. اهوت يا بنات انا حطيت ميه شويه صغيرين خالص في قلب على الصلصه الحبه اللي كانوا باقيين على الطماطم. انا ما بخلط الطماطم في الكبه ليه يا بنات تاني عشان خاطر افهمكم انا بعملها ليه. انا لما بخلطها في قلب الكبه انا بتاني وراها لحد ما تنعم خالص عشان خاطر ما تاخدش ميه كتير، وفي نفس الوقت اما اجي اسبكها على النار ما تاخدش وقت جامد وتغلي جامد بسرعه زي ما انتم شايفين كده. فانا دلوقتي هسيب الصلصه ديت تاخد غلوتين 3 جامدين كده حلوين على النار، وهرجع اقول لكم انا هعمل ايه تاني في الوصفه بتاعتنا.
ايه اهوت يا بنات، ادي البصل والطماطم اهوت سبتهم خدوا غلوتين حلوين كده مع بعض لحد ما بقوا بالمنظر ده. انا عندي الطاجن الفخار ده، احنا بصراحه هنا مسمينه مقلايه، فاهي دي منظرها. هو كان بيجي لونه ابيض كده من بره، فانا بحط عليه لبن رايب، والف بيه كده خالص لحد وادخله الفرن ينحرق كده نفس اللون ده. عشان خاطر لو انت بيقولوا لي، يعني كانوا بيقولوا لي هنا الجماعه، لو انت حطيتيها على الفخار الابيض ده بيخلي ريحه الاكل مش حلوه، لازم تحطيه باللبن، تعمليه باللبن، ولازم ياخد اللون ده عشان خاطر يبقى ايه نفسه حلو في الاكل. فانا اهوت عملت الطماطم زي ما قلت لكم اهو. هاخد دلوقتي كبشه مثلا هنا، احطها هنا بالطريقه دي، هفرده في الارضيه كده. يا جماعه انا قلت لكم كل واحد وبلده، يعني الاكلات دي بتختلف من كل بلد لبلد. يعني انتي بتعملي بطريقه وانا بعمله بطريقه، فاحنا الهدف ان كل واحد بردك نشوف الناس حوالينا بتعمل ايه، وبردك نتقلد زيهم يعني ونعمل. انا هبدا دلوقتي ارص السمك دلوقتي كده في قلب الطاجن ده بالطريقه دي اهو. وهاخد السمك كمان احطه هنا اهو. هو في واحده زياده بس اهو، احطها دلوقتي مثلا، هتاخد كده شويه وكده شويه، واحطها هنا كده مثلا، مش هتقول حاجه يعني كويس. ولسه باقي معايا طبعا اهو. هنزل كمان بالصلصه عليهم كده، ريحتها يا بنات فظيعه اهو اهو. وهحط تاني كده اهو، هحط الكميه دي كلها على السمك اهو اهو. خلاص كده بالطريقه دي. هنقل بس الحاجه عشان اعرف اصور اهو. بصوا بنات اهو بالطريقه دي. فانا بقى دلوقتي هحط عليهم بقى شويه ميه. الاول هقول لكم انا هعمل معاهم الرز ده. انا كنت عملته معاكم قبل كده في القناه، بس عملته معاكم باللبن اللبن اللي هو بيقطع مننا او اللي رايب. انا المره دي هعمله معاكم بلبن حليب. فانا هحط عليه شويه ملح اهو اهو، ده الملح بتاعه، وهنزل عليه باللبن اهوت. انا جايبه لبن اهوت وغلياه اهو. هحطه بالطريقه دي. هجيب بس ميه عشان خاطر اوريكم انا هحط ايه تاني. ايه اهوت يا بنات، انا جبت ميه. انا هحط شويه ميه صغيرين هنا كده، وهحط برده شويه ميه صغيرين خالص هنا بس. وطبعا هزود البرام ده شويه ميه كمان، هحط كمان ميه عن كده. هو طريقته انا كنت قايله لكم ان الميه قد الرز. وههز كده بالطريقه دي اهو. وهدخلهم بقى بالمنظر ده، هاخدهم وادخلهم على الفرن. فانا هسويهم. انا الفكره من الميه ان طبعا الفكره ان انا بحط ميه يا بنات عشان خاطر السمك ياخد من الصلصه، يعني يخش جواه كمان من الصلصه اللي احنا عاملينها ديت. يعني فاهمين دي فكره الميه، يعني ان خاطر عشان خاطر لما احطها في الفرن الفرن يخليه ياخد كده ويدي، والسمكه تاخد من طعم الصلصه كمان. فانا هدخلهم الفرن، وان شاء الله لما يطلعوا هوريهولكم. واستنوني. وده يا بنات الاكل بعد ما خلص. ادي الرز اهوت اللي انا، الرز ده اسمه رز مدسوس. انا بعد ما طلع من الفرن اهوت، وده شكله شايفين عامل ازاي اهو. شايفين اهو مستوي. احنا بناكلوه كده. الرز ده بيتاكل يا بنات باللحمه او بالخضار او باي حاجه انت عاملاها، وبناكله بردك بالسمك. وده السمك اهوت اهو. شايفين انا بردك هبقى اغرفه لكم في طبق واوريه لكم. استنوني بقى اما اغرفه وابقى اوريه لكم ان شاء الله. انا اهوت يا بنات غرفت السمك. شايفين هو اهو اهو، شايفينه عامل ازاي اهوت. وده الرز كمان، وده القعر بتاعه من تحت.
اهوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.